السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا ومتابعينا ومشاهدينا الكرام. عدنا لكم اليوم فيديو جديد. عندنا هاتف ريدمي نوت 8. طبعا هذا الهاتف سقط في الماء. جاء به إلي الزبون بعد فترة من سقوطه في الماء، بعد يوم أو يومين من سقوطه في الماء. فقمت بتجريب الهاتف، بفحص الهاتف. وجدت أن الهاتف يشتغل ولكن لا يوجد صورة، لا يوجد إضاءة. وعندما قمت بفحص شاشة الهاتف اتضح لي بأن الشاشة شغالة والهاتف كذلك شغال. بعد أن قمت بفتح الهاتف لم أجد أثر للماء سوى مقابل كونكتر الشاشة أو بجوار كونكتر الشاشة. هذا هو الكونكتر الذي نوضعه في الصورة هنا. كما نلاحظ الآن ما زال هناك أثر لتلف المسار الأول الذي هو مسار 3.3 فولت. هذا هو مسار 3.3 فولت. هذا هو المسار الذي يخرج من اي سي الإضاءة. طبعا حتى إذا لاحظنا على شاشة الهاتف، سنقوم بالتوضيح الآن على شاشة الهاتف. نلاحظ أنه يوجد تلف هنا، أثر الماء على هذه الأسنان. سوف أقوم بالتوضيح بشكل أكثر حتى تتضح المشكلة. كما نلاحظ الآن هذا هو التلف، أثر السواد، أثر قد نستطيع أن نقول احتراق أو تآكل في السن والقصدير. هذا هو السن الأول المسؤول عن تشغيل الإضاءة أو عن إمداد الإضاءة بالثلاثة الفولت الذي يأتي إلى هنا، يأتي إلى هذا ال A1، يعني الآنود، يأتي إلى هنا 3 فولت. طبعا أنا عندما أقوم بتوصيل الشاشة بالهاتف وأقوم بتشغيل الهاتف، طبعا الهاتف يشتغل ولكن لا يوجد عليه أي أثر ولا نستطيع ملاحظة أي صورة. ولكن إذا قمنا بتسليط أي ضوء إلى الشاشة نلاحظ كتابة خافتة يعني غير واضحة هنا، يعني أن المشكلة هي الإضاءة. طبعا أنا قمت بتغيير الإضاءة من قبل. لأن وجدتها تالفة بسبب دخول الماء إليها. طبعا كما قلنا لكم أعزائي المشاهدين أني قمت بتغيير. هذا هو شريط الإضاءة الذي يأتي داخل الشاشة. قمت بفتح الشاشة. أنا لم أكن أنوي تصوير هذا الفيديو، ولكن قمت بتصوير هذا الفيديو بعد أن اتضح لي عطل آخر. قمت بتغيير الإضاءة الشاشة وتركيب الشاشة على الهاتف، وما زالت المشكلة مستمرة. طبعا الآن العطل هو بسبب تلف في هذا المسار الذي قلنا بأنه مسار 3000. طبعا هو لم يتصل مع هذه السن الذي على الشاشة، لم يتصل مع السن على الكونكتر الذي على الخريطة. سنقوم بالتكبير الآن. هذا هو السن الأول. حتى وإن قمنا بتغيير الإضاءة وتركيب شاشة جديد، قمت بتركيب شاشة جديدة، ولكن المشكلة ما زالت مستمرة. ولذلك حبيت أن أصور هذا الفيديو لتعم الفائدة للجميع. الآن ما علينا طبعا لن نقوم بتغيير الكونكتر بشكل كامل، لا الذي على الخريطة ولا الذي على الشاشة. سوف نقوم بتوصيل المسار، هذا المسار 3000 فولت فقط، من على الشاشة حتى الخريطة. وبعد سنلاحظ هل ستحتل المشكلة. طبعا الآن سوف أقوم بإيقاف التصوير حتى لا أطيل عليكم بالفيديو، وأقوم بتوصيل المسار وأعود لكم بعد أن أقوم بتوصيل المسار. طبعا ملاحظة أعزائي المشاهدين، نحب أن ننوه أن عندما تقوم بتجريب شاشة الهاتف أو تجريب الإضاءة بشكل عام، تقوم بتوصيل الشاشة بشكل خارجي خارج الهاتف، وتقوم بفحص الفولت هنا. هذا هو المسارات الأرضية، وهذا هو المسار الموجب. إذا حصلت على 3.3 فولت هنا فإن يعني الفلاتة والمسار سليم إلى هنا، وتكون المشكلة في الإضاءة. وإذا قمت بتغيير الإضاءة يعني الفولت
غير موجود هنا وقمت بتغيير الإضاءة فإنه لن يشتغل الهاتف نهائيا. كما قلنا حبايبي الكرام، سوف نقوم الآن بتوصيل المسار من هنا ونمرر فوق الفلاتة. هنا سنقوم بعزله بلاصق فوق الفلاتة حتى الكونكتور، وسنقوم بتلحيمه إلى المسار 3000 فولت. كما نلاحظ الآن قمت بتوصيل هذا المسار. كما نلاحظ هذا هو المسار، قمنا بتوصيله بهذا خيط النحاس المعزول، النحاس معزول، وقمنا بتلصيقه على هذه الفلاتة حتى لا يلتمس مع المعدن للهاتف، لأن هذا هو مسار 3000 فولت. بهذه الطريقة نقوم بتوصيلها حتى نضمن أن لا يلتمس مع المعدن للهاتف، لأنه إذا التمس مع المعدن سيسبب لنا شرط في الخريطة أو في تلف الإضاءة. سنقوم الآن بتركيب الشاشة على الهاتف ونقوم بتوصيل المسار. هكذا الآن قمنا بتركيب الشاشة. الآن الشاشة قمنا بتركيبها بالهاتف، قمنا بربطها بالمطاط حتى تثبت قبل أن نقوم بتلحيمها. طبعا الآن هذا المسار النحاسي هذا سوف نقوم بتوصيله إلى السن الأول الذي هو المسؤول عن خروج 3000 فولت من الاي سي، اللي هو 3000 فولت للإضاءة. سوف أقوم بالتوضيح بأقصى قدر ممكن التوضيح فيه. لو نلاحظ الآن أن هذا هو السن الأول. الآن لو نلاحظ بأنه تلف، السن تلف، سوف نقوم بتوصيلها إلى هذه النقطة بحذر شديد حتى لا نضيف قصدير بشكل كبير حتى تلتمس المسارات. سوف نقوم بتوصيله بحذر شديد وانتباه، لأنه لو يوجد نقطة مجاورة هنا على الخريطة يعني للمسار حتى نوصل إليها، سنقوم بالتوصيل لهذا المسار فقط. طبعا هذه النقطة عندما أقوم بإضافة هذا السائل إليها تتضح هذه النقطة انتهى مسارها إلى السن. هذه النقطة التي سوف نقوم بالتوصيل إليها. طبعا الآن نقوم بتوضيح المسار التالف، مسار 3.3 فولت باستخدام جهاز التكبير. طبعا في البداية كنا نصور في الهاتف ولكن صورة الهاتف غير واضحة. الآن نقوم باستخدام جهاز التكبير. نلاحظ أن مسار السن الذي هو مسار 3 فولت الذي يقوم بإمداد الإضاءة بالفولت الخارج من اي سي الإضاءة. طبعا نلاحظ على الكونكتر بأن هذا المسار تالف وتعرض للتلف بسبب الماء أو بسبب السقوط في الماء أو تعرضي للماء. طبعا عندما قمت بفتح الهاتف وجدت أثر الماء على هذا الكونكتر، دخل من جانب عدسة الكاميرا، ولذلك تعرضت الإضاءة للتلف. وحتى أن قمت في البداية بتغيير الإضاءة ولكن لم ينفع لأن المسار تالف. بعد أن قمنا بتوصيل المسار، طبعا هذا المسار الزائد سوف نقوم بلفه هنا على البطارية. سوف نقوم بإضافة مادة عازلة هنا للمسار وتثبيته على المسمار. الآن هو مثبت كما نلاحظ، الآن هو مثبت. سوف نقوم الآن بتجريب الهاتف، سوف نقوم بتوصيله بالشاحن. سوف نقوم بتشغيل الهاتف. طبعا الآن بعد أن قمنا بإضافة قليل من الغراء العازل هذا على الخيط النحاس الذي قمنا بتوصيله، وكذلك قمنا بلف السلك المتبقي على البطارية كي لا يسبب معنا مشكلة مع الهاتف. الآن سوف نقوم بتجريب الهاتف توصيله بالشاحن، وسنلاحظ هل تشتغل الشاشة أم ما زال هناك مشكلة. نلاحظ أن الهاتف اشتغل بشكل طبيعي جدا واشتغلت الإضاءة بشكل طبيعي جدا. الآن الهاتف بدأ في الشحن.
سنقوم بتشغيل الهاتف. سننتظر حتى يفتح، ثم نقوم بتجريب اللمس على الهاتف. طبعا هذه هي مشكلة الإضاءة في هاتف ريدمي نوت 8. طبعا هذه المشكلة متكررة بسبب دخول الماء إلى الهاتف، وكثيرا من الهواتف تأتي إلينا بسبب هذه المشكلة. طبعا اشتغل الهاتف واشتغل اللمس بشكل طبيعي، وكذلك الشاشة بشكل طبيعي. وصلنا الآن إلى نهاية الفيديو، فلا تنسونا من الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. دمتم في رعاية الله، حتى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.